اليوم راح نديرو مع بعضنا وصفة سهلة ماهلة وسريعة، يعني ما تاخدش منا الجهد وما تاخدش منا إمكانيات كبيرة ولا تعب، وفي نفس الوقت بزاف صحية لينا ولأطفالنا خاصة. هنايا راح نديرو شوكولا محشية بزاف بنينة وبزاف سهلة، ومكوناتها متوفرين في أي مكان، يعني ما فيهاش حاجة صعيبة ولا خدمة صعيبة. وهنا بالنسبة للمكونات عندي 100 غرام تاع الشوكولا السوداء، وحاولت نخير اللي فيها يعني شوية تاع السكر. هنايا درت 85%، وشريت البيول انها فيها السكر الاسمر، يعني ما فيهاش السكر الابيض ولا السم الابيض. راح نذوب الشوكولا نتاعي ونخليها على جنب، مازال ما ذوبتهاش من بعد. راح نستعمل هنايا دبس الخروب ولا عسل النحل ولا دبس التمر، اي مكون حلو طبيعي وصحي متوفر عندكم. وهنا عندي زبدة المكسرات، وعندي ليمول تاعي هنايا اللي تقدروا تستعملوا اي مول متوفر عندكم ولا اي شكل تحبوه. راح نذوب الشوكولا، نخليها حطها في الميكرووند تذوب ولا في حمام مائي ونرجعها من بعد. هنايا بالنسبة لزبدة المكسرات فهي عبارة فقط عن مكسرات مرحيين حتى نتحصلوا على هذا القوام، يعني نفس زبدة الفول السوداني، فقط أنا درت فيها كامل المكسرات، ولكم حرية الاختيار، ديروا زبدة الفول السوداني ولا زبدة المكسرات. بالنسبة للنصف الآخر راح نحاول نحلويه بملعقة تاع دبس الخروب ولا دبس التمر، ولا حتى ملعقة عسل طبيعي، أي مكون يكون طبيعي عندكم. الهدف هنايا أن نتفاداو السكر الأبيض، يعني قناتنا ضد السكر الأبيض وضد أي شيء مضر بالصحة. هنايا راح تعطينا شويه واحد المذاق بنين، خاصه الاطفال انهم صعيب عليهم شويه يشتيو هذيك المذاق الحلو وكلش. جربوها راح تجي بزاف بنينه، يعني زبدة الفول السوداني وزيدوا لها ملعقة تاع عسل ولا ملعقة تاع دبس، راح تجي بزاف بنينه. هنايا راح نبدا نعمر ليمول تاعي، والطريقه كل وحده دير الطريقه اللي تساعدها. فقط بالنسبه للشوكولا ماهيش نفسها الشوكولا تاع الكلاصاج، يعني هنايا راح تجي شويه كيفاه راح ما تشدش من اول طبقه، يعني شوكولا تاع الكلاصاج مرات تحك منا غير من الطبقه الاولى. هنايا اضطريت اني ندير 3 طبقات باش شدت، يعني حاولوا ديروا طبقتين او 3، وين جف طبقه زيدوا طبقه هكذا باش ما تتكسر لكمش الشوكولا كي تنحيوها. وهنايا بعد ما كملت كامل ليمول تاعي دخلتهم للثلاجة حتى بردوا مليح وحكموا رواحهم، راح نبدا نحشيهم. وبالنسبة للحشوة تقدروا تستعملوا زبدة الفول السوداني كما قلت لكم من قبل، ولا هذا الزبدة تاع المكسرات المتنوعة فيها جوز ولوز وفول سوداني، وتقدروا تضيفوا لها ملعقة طحينية يعني تاع الجلجلان المطحون. ولإضافة الفائدة تقدروا تضيفوا الجلجلان عفوا، ولا الحبوب الشيا، زريعة الكتان، أي حبوب هذو اللي ما فيهمش النكهة ويكونوا مفيدين صحيا. بعد ما نغلق الشوكولا تاعي ندخلها للثلاجة ونخليها مدة حتى تحكم روحها ونخرجها، وبالصحة والعافية عليكم وعلى أطفالكم. جربوها وصدقوني بزاف بنينة وبزاف صحية، تمدوا حاجة لأطفالكم وانتوما مطمئنين على واش راهم يحطوا في فمهم. وخلاص قبل ما نغلق الفيديو معاكم نحب نقولكم بلي اي حاجة تدخل لفمك هي اللي راح ترجع على صحتك. وخلاص حبيباتي، الى اللقاء في هذا الفيديو، ونتلقاو في فيديو جديدة ان شاء الله.